السلام عليكم. صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال. اخباركم ايه في الجو الحر ده؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده وصفه حلوه تهون عليكم الحر ده شويه، علشان مش هنستخدم فيها فرن ولا حتى بوتاجاز. ممكن تدخل التلاجة وممكن كمان تدخل الفريزر، ما بتحتاجش وقفه كتير في المطبخ. انا الوصفه دي بالنسبه لي مش مجرد مكونات كده وبنرصها فوق بعض وخلاص، لا دي بتعمل لي كده طبقات من السعاده، من الانتعاش في الجو الحر اللي احنا فيه ده. طعم البسكوت الغطسان كده في الكريمة الباردة او البسكوت اللي غطسان في الايس كريم، لان هي هتاخدنا شوية طعم الايس كريم. كمان الحلو في الوصفة دي انك ممكن تاكليها بطريقتين. بس قبل ما نبدأ الفيديو حابة افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناة يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناة ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة علشان احضر طبقة الكريمة هستخدم كوبايتين من الفراولة المتلجة، وعليهم كوبايتين من الزبادي ونص كوبايه من السكر، وهضربهم مع بعض كويس. ممكن تستخدمي الخلاط او الكبه او الهاند بلندر، المهم تتاكدي ان السكر داب كويس. وهسيب زبادو الفراوله على جنب شويه، وعلشان احضر الكريمه هحتاج كوبايه ونص من اللبن الساقع جدا، وعليهم كوبايه من الكريم شانتيه الخام، وكوبايه الا ربع من الباستري كريم، ونص كوبايه بس من السكر البودر. وهضربهم مع بعض كويس جدا بالمضرب الكهربائي لغايه لما الخليط يكون كريمي. وعلى فكره ممكن تستخدمي الكميه كلها كريم شانتيه وتستغني عن الباستري كريم، هو بس بيدي طعم اغنى شويه. وبلاش تستخدمي سكر كتير علشان هنستخدم بسكوت، والبسكوت بطبيعته بيكون مسكر. وبعد لما الكريمه قوامها تقيل شويه، يعني المضرب بيعلم كده فيها وهو بيضرب، هحط 3 معالق كبار من القشطه. انا استخدمت قشطه بلدي اخدتها من على وش اللبن، وضربتها شويه كده بالمعلقه علشان اخلي قوامها كريمي، وهحطها على خليط الكريمه واضربها معاه تاني علشان بتدي طعم اغنى واحلى طبعا. لكن لو انت ما عندكيش مفيش مشكله، بس الحاجات دي كلها طبعا بديل علشان ما نستخدمش كريمه خفق ويكون الموضوع بسيط شويه. وانا نقلت الكريمه في طبق اكبر علشان اعرف احط عليها خليط الزبادو، لكن انا ما استخدمتش الزبادو كله، انا استخدمت نصه بس. وحولت الكريمه الايس كريم بالفراوله، كان طعمه حلو جدا. نيجي بقى لاخر حاجه هنحتاجها، طبقات البسكوت. انا هستخدم البسكوت ده، طبعا انت ممكن تستخدمي اي نوع بسكوت انت بتفضليه، لكن انا من زمان بحب بسكوت فري جدا، وكمان ده متوفر في اي سوبر ماركت. وكمان هحتاج ربع كوبايه بس من اللبن البارد، يعني مش هحتاج كميه لبن كتير، هغطس بس فيها البسكوت كده سريعا قبل ما ارصه في الصينيه. لكن لو انت بتحبي طبقه البسكوت تكون مقرمشه، ممكن تستغني عن خطوه اللبن دي، لان هو هيطرى شويه من طبقه الكريمه اللي احنا هنحطها فوقيه. بس انا بصراحه بحب طبقه البسكوت تكون طريه جدا، علشان كده غطستها في اللبن. وبعدين هرص طبقه الكريمه اللي احنا عملناها. طبعا الكريمه لسه سايله علشان الجو حر جدا، اصلا هي مش مستحمله. وبعدين هرص فوقيها تاني طبقه بسكوت. بصوا، هي طبقات البسكوت في الوصفه دي حسب الرغبه، يعني ممكن تستكفي بطبقتين بس، لكن انا بحب طبقات البسكوت كتير. وكمان بحب اسيب البايركس في التلاجة كده يقعد معايا يومين 3 في الحر اللي احنا فيه ده، او في الفريزر. والبايركس اللي انا مستخدماه ساعدني ان انا احط طبقات بسكوت كتير، علشان الجوانب بتاعته كانت عريضه، فاخدت بقى راحتي شويه في الطبقات. انا كده حطيت طبقتين من البسكوت وبينهم كريمه، ولما اجي احط الطبقه الثالثه مش هغطس البسكوت في اللبن، هرص البسكوت عادي جدا، وبعدين هحط عليه من الزبادو الفراوله اللي احنا عملناه. مش قادره اقول لكم الخطوه دي خلت البسكوت طعمه حلو ازاي، زودت عليه كده طعمه مختلف، كانك بتاكلي بسكوت بالفراوله. لكن طبعا مش هحط كتير، انا هحط حاجه بسيطه بس كده، وهوزعها بالاسباتيولا. وبعد ما وزعتها بالاسباتيولا هحط عليها طبقه من الكريمه. وبعد ما حطيت الكريمه هحط اخر طبقه من البسكوت، يبقى انا كده عملت 4 طبقات من البسكوت. طبقتين غطستهم في اللبن، وطبقتين لا. وبعد ما احط البسكوت طبعا اخر طبقه حطيت كريمه. بصراحه الكريمه دي كان طعمها حلو قوي، يعني لدرجه كنت عايزه اطمع فيها كده واحطها في علبه واقلبها ايس كريم، بس قلت لا خليني جدعه كده واكمل الوصفه. كان عندي كمان صوص توت ازرق فحطيت منه على الوش، علشان التوت طعمه مزز، فحبيت اكسر بيه السكر شويه اللي في البسكوت. وبعد ما اخلص البايركس طبعا لازم احطه في التلاجة، وكان فضل معايا شويه كريمه وشويه زبادو، فعملت كاسين كده في السريع. بصوا، هي الكاسات اسهل وخطواتها اسرع بكتير، لكن الفرق ما بين الكاسات وما بين البايركس او الصينيه ان الكاسات هتتحط في التلاجة بس، وهناكلها بعد ساعه ساعتين لما الكريمه تمسك شويه. لكن الحلو في البايركس هقدر اتعامل معاه بطريقتين، والطريقتين طعمهم غير بعض. الطريقه الاولى ان انا اكلت منه بعد ما دخلته التلاجة لمده ساعتين بس، لغايه لما الكريمه مسكت نفسها شويه وبقى قوامها كريمي كده. في المرحله دي كده بتحس ان انتي بتاكلي بسكوت غرقان في طبقات الكريمه. الطريقه والمكونات اللي احنا عملنا بيها الكريمه طلعت طعمها في الاخر غني جدا، غني بالفراوله او بالزبادي او بالقشطه، يعني هو غني بحاجات كتير، بس في الاخر كان طعمها حلو جدا. طبقات البسكوت كانت واضحه، يعني ما دابتش في الكريمه،
فدي اول طريقه ممكن تاكلي منها من البايركس، والقوام كريمي كده وناعم. الشكل والقوام ده كان بعد ما دخلت البايركس لمده ساعتين بس في التلاجة. اما الطريقه التانية اللي ممكن تاكلوها بيها وهي الافضل لقلبي وخصوصا في الجو اللي احنا فيه ده، هتكون بالجمال اللي انتوا شايفينه ده كان شكلها بعد ما دخلتها الفريزر ليله. طعمها اتحول 360 درجه. هي احلى حاجه في الوصفه دي ان كل طريقه بتاكليها بيها بيكون ليها طعم مختلف خالص عن التاني. واللي عجبني بقى فيها جدا جدا لما دخلت الفريزر ان طبقات البسكوت اللي فيها دي بعد ما كانت مقرمشه كده شويه وبنحس بطعمها اتحولت للطعم الكريمي، يعني كاننا مش مستخدمين بسكوت خالص، كاننا مستخدمين زبده بسكوت زي زبده اللوتس. لان انا بعشق الايس كريم في الجو ده، لكن الناس اللي بتفضل طعم الكريمه طبعا هتعجبها الطريقه الاولى. اهم حاجه ان هي تهون علينا الجو الحر ده. انا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وحطيتها في علبه وحطيتها في الفريزر. اعملوها وان شاء الله هتعجبكم جدا، وكمان هتعجب الولاد جدا في الجو الحر ده. وكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون كان خفيف على قلوبكم، ولو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا الخير النهارده اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وربنا يحسن ما بين ايديكم، وبحبكم في الله.